السلام مع أسرة المجني عليه. كانت الواقعة يعني على النحو التالي: رجل أربعيني يبلغ من العمر تحديدا 45 عام راح ضحية 44 عام راح ضحية الغدر من شاب في العشرينات من عمره. ويعني الأغرب في الموضوع والمفاجأة إنه هنا راح ضحية الغدر من ابن خالته تحديدا، يعني كان في صلة قرابة بينهم. وعلى الرغم من ذلك ابن خالته صاحب ال20 عام أنهى حياته وهو يعني يعول أسرة كاملة وزوجة وأبناء، ويبلغ من العمر تحديدا 44 عام. والسر في ماسورة مياه. بسبب ماسورة مياه حصل مشادة بينهم في عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة. تطور الأمر إلى يعني اشتباك من طرف واحد، اشتباك من طرف الشاب العشريني، حتى يعني كان بحوزته سكينة يعتبر أسلحة بيضاء، ويحاول إن هو يعتدي على المجني عليه الرجل الأربعيني بضربات متتالية في الدماغ تحديدا، حتى يعني أنهت حياته. لمزيد من التفاصيل احنا معاكم اليوم مع أسرة المجني عليه، معانا يعني الزوجة وعدد كبير من الأسرة عشان يقولوا لنا اللي حصل في عين شمس. ولكن احنا بنكلم حضراتكم من مدينة السلام تحديدا. يعني أنا برحب بيكي، سمعناك في بداية البث مباشر. أنت يعني هنا الزوجة، كلمينا يعني ايه اللي دار، وهل فعلا الواقع بسبب ماسورة مياه فقط ولا كان في خلافات دارت بينهم؟ لا، ما كانش فيه اي خلافات قديمه خالص، ما كانش فيه خالص. ده هو اللي كان بيركب له الماسوره، وكان جايب له كمان الماسوره على حسابه 4 متر ونص فوق، وجايب له السباك. انا كنت طالعه على السلم مش مصدقه، بقول للسباك انت بتعمل ايه؟ قال لي انا بعمل الماسوره هشام جايبني بعملها لعبده. قال لي راحت في فرد من الناس الاسره اللي موجوده في البيت معانا في 4 في الموتور، قالوا لا مش هنركب لعبده. راح هشام قال لهم اللي اتاخر فيه انا هدفعه لهم، انا هسد انا الفلوس. راح قال لهم لا انا يا اما هركب دلوقتي يا اما هكسر لهم الماسوره. قعد يشتم في الناس. هشام بيقول له عيب، ما ينفعش تشتم الناس وانا قاعد. راح هو قال له، راح سابب الدين للناس، راح مسك طلع جري جاب المطوه، راح ضربه في نافوخه طعنه. راح هشام وقع في الارض، راح نزل عليه كمل باقي الطعنات في الارض. حتى لما وقع في الارض يضرب فيه برضه. يعني ده وقع في الارض وما رحموش. ابني ده ازاي يعني هو وقع طيب ما رحموش ازاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ابني ده هو حاضر المشكله، ده عيل صغير برضه. ضربه مش ضربه عاديه، الضرب مش ضرب عادي. حسبي الله ونعم يعني الوكيل. انا ابني اصلا ما معهوش خدمه ولا حاجه غير الله يصلح صلح بس. يعني حق ابني ما معهوش الا الصلح بس. مش هنسيبه حقه، مش هنسيبه. احنا في دولة قانون وفي جهات امنيه مختصه. طب يا جهات يا حكومه سايبين دوت ضرب ابن خاله. بص حضرتك، ضرب ابن خاله ماشي، وضرب واحد صاحبه تاني، وضرب هشام موته في نفس الشهر في نفس الشهر. عايزين اعدام، مش هينفع يقعد. هو خطر على المجتمع، يعني هو كده خطر على المجتمع. عايز يقتله كان قتله ساعتها، بس هو مش ناوي على مشكله. احنا عايزين حق هشام، عايزين اعدام، عايزين حق اخويا راح غدر ويتم عياله كلهم يتيتموا، مراته اتيتمت، مراته حامل. مراته حامل حضرتك. هو ما كانش ناوي على غدر ولا عايز خناقه ولا عايز اي حاجه، هو اللي ضربه. هو كان قادر يضربه هشام بس ما ضربهوش. كان ناوي يعمل خير، كان بيعمل خير حضرتك. احنا عايزين حق اخويا، عايزين حق هشام. حسبي الله ونعم الوكيل. ولو الحكومه مش تاخد حقه احنا ناخد حقه. الواد ده لو ما اتعدمش خطر على المجتمع وخطر على الدوله اصلا، لان الواد ده زي الكلب المسعور. الواد مثل الكلب المسعور بيضربه بس. ضارب ابن خاله قبليها، ده ماشي زي الدور الهايب بيقتل. انا عاوز اتكلم انا ابويا كان بيصرف عليهم هما الاثنين، كان بيصرف عليهم وياكلهم ويشربهم ويدافع عنهم وخطب لاخوه، وبص معاهم في كل حاجه. امهم موصياني عليهم، يعني بيقول امهم موصياني عليهم. وانا كان بيقول عليهم عياله، اسمع بعض يا جماعه. كان بيقول عليه عياله. الجاني كان بمثابه يعني ابن مدلل كان بيبقى التاني يتيم. هو ابويا بيقول انا بعتبره ابني زيه. انا لما كنت باجي عليه كان بيقول لي مالكيش دعوه بيه. اقول له يا بابا مالكش دعوه بعبده بتاع مشاكل، يقول لي مالكيش دعوه بيه، مالكيش دعوه انت اطلعي منها. ليه يعمل فيه كده؟ احنا عاوزينه يتعدم، عشان لو ما اتعدمش اخويا نفسه مش هيسكت. اخويا لو لقاه في الشارع هيقتله. اخويا لو شافه في الشارع اكيد مش قتل ابوه، هيسمي
اخويا مش صغير، اخويا انا خايفه عليه، مش عاوزه ابويا واخويا انا ماليش غيرهم. احنا بنتكلم هنا ان الجاني تم القاء القبض عليه، مظبوط؟ واكيد يعني من تم القاء القبض عليه في جهود امنيه مكثفه. ما يدوناش 10 سنين 5 سنين ولا يطلع وتبقى في مشاكل. مش هجرة، احنا مش، انا عاوزه حق ابويا، انا عاوزه حق ابويا، انا محتاجه لابويا، انا محتاجه له، هو يتمني، انا عاوزه حق ابويا، مش عاوزين احنا مشاجرات. يقول لي مشاجره ومش مشاجره، احنا مش عاوزين 25 سنه، يعني 25 سنه يطلع يمشي في الشارع يقتل في بقيه الناس. 25 سنه دي هتعمل لنا ايه؟ 25 سنه اختي صغيره يتمها، احنا محتاجينه. مين اللي هيقف معايا انا لما اجي اتجوز؟ ليه كده؟ ليه يقول لي عاوز افرح بيكي قبلها بيومين يقتلوا؟ حسب الله ونعم الوكيل فيه، حسب الله ونعم الوكيل فيه، يعدموه في ميدان عام، حسب الله ونعم الوكيل فيه. انا كده سيره القرابه كانت بينك وبين المجني عليه؟ انا ده ابني، يعني هو بمثابه ابني. ايوه ابني وخلى على يتجوز، حسب الله ونعم الوكيل فيه. زي ما حرموا من ولاده يحرموا من شبابه. عايزين كل حاجه اللي احنا عايزينه دلوقتي نقدر نقوله للحاكم يحكم بالعدل. الحاكم يا اعدام يا 25، عشان اصلا ده من غير اعتداء، يعني ضربوا من غير اعتداء ولا خناقه ولا مشكله، ده بيصلح له في ميته. يعني احنا هو بيصلح له في ميته، بيقول له مالكش طالع انا هعملها لك الميه، يروح يضرب، يجيب الطبنجه، يروح يجيب المطوه ويضربه 3 طعنات في دماغه ويقور دماغه، يمسك المطوه ويقور دماغه كده، يوسع الفتح كده في دماغه، يعني غدر، يعني يعيش، يعني ميتة غدر. هو عقب الاشتباك اللي دار بينهم، اللي دار من طرف واحد يعني اللي هو الجاني، تم نقله الى المستشفى، مظبوط؟ مفيش ايه بقى الطبيب يعني كان لكم بعض الكلمات؟ رحنا مستشفى الأردنية. بص أنا مش عارفة أتكلم في البتاع ديت على فكرة. بص أنا مش عارفة، بص احنا رحنا مستشفى الأردنية، ماشي؟ رحنا مستشفى الأردنية، قالوا لنا اجروا بيه بسرعة على مستشفى الدمرداش. رحنا بيه مستشفى الدمرداش، قالوا خلاص راح في غيبوبة، ماشي؟ الدكتور بتاع المستشفى الدمرداش لما بنقول لابن خالته اللي ضربه بيقول ازاي ابن خالته كده؟ هو كان يقور في طاسة؟ هو كان بيقور في طاسه ولا ايه؟ الموضوع خلصان، عايزين نحوله اي مستشفى بسرعه خاصه. قالوا لنا لا خلاص هو منتهي. صممنا وحولناه مستشفى تاني بردك، مستشفى بردك تاني من غير بره الدمرداش، كان خلاص ميت. المستشفى الخاصه بقى خليته على الاجهزه بالكذب لحد ما قالوا لنا ايه؟ من اول ميت اكليكيا. طبعا رحنا حولناه من الاكليكيا دوت، رحنا حولناه مستشفى تانية تحت السلام، قالوا لنا بردك ميت اكليكيا لحد ايه؟ من يوم السبت لحد يوم الاربعاء لحد يوم الخميس، وهم قالوا لنا ايه؟ ميت اكليكيا، ماشي؟ ولكن يعني هو كان احنا دلوقتي بس متوفي. لا هو ما وصلش. لا هو مستشفى الدمرداش كان متوفي. مستشفى الدمرداش وصل متوفي. احنا وديناه مستشفى خاص، يعني وصل من الأردنية لحد الدمرداش حاطينه على الأجهزة. بس كان ايه السبب بقى؟ كان السبب عشان خاطر بيقول له ما تتشكلش مع حد، انا هركب لك ميه من الماسوره اللي داخله على شقتي عشان ما تتشكلش مع حد، عشان هو كل ما يعمل مشكله هو اللي يروح يحل له، هو اللي بيروح يحل له، فمش عايزه يعمل مشكله مع حد عشان هو اللي بيحل له، ماشي؟ هشام هو اللي انت الكبير بتاعه، انت اللي بيجي يشكي، ماشي؟ يصلح بس يصلح، يدفع فلوس من جيبه، يصلح بالكلام، يصلح اي حاجه نيجي هشام هو الكبير بقى خلاص، لا مؤاخذه دوت كبر مثلا، اخوه كبر، عصام مش موجود مسافر ربنا يسهله، مين الكبير بتاع الدنيا دي كلها؟ هشام. تعالى هشام مثلا واحده متشكله مع جوزها، اختك متشكله مع جوزها، يجي ابني اللي بيخدم علي، ابني اللي بيخدم علي وبيخدم على اسره فيها 7 لما يكتم 8 تنفار ويخدم علي وعلى مراته دوت، يكتم 8 تنفار يعيش تاني ليه يا باشا؟ بقول لاخويا عبده بتصور معاه، اخويا بعتبر اخويا يعيش تاني ليه حضرتك بعد ما يكتم ال8؟ يعني يبقى قد بنته يموته، حسب الله ونعم الوكيل فيه، حسب الله ونعم الوكيل. احنا عايزين، بص يا باشا، احنا مش عايزين غير ان الراجل الواد ده يتعدم وفي ميدان عام، لكي ايه الناس تعرف انه برضه الحكومه فيها ده يعني كلام. الواد ده خطر على المجتمع، خطر على الدوله اصلا، ده كمثل الكلب السعران المسعور
اللي بيمشي ويهبش في ده وفي ده وفي ده وفي ده وفي ده بدون اي سبب، بدون اي سبب. يعني الواد لا مجنون. فين الحكومه وفين الناس وفين الدوله وفين لما ماشي بسلاح وماشي اخواته يا باشا، اخواته حمدي وعمر ومصطفى كانوا واقفين وامه قاعده على الكرسي، كله الشارع كله ما يتفرج يا باشا. انا عمته يا باشا خايفه حد يضرب كله ما يتفرج. خايفه من المجني، خايفه من الجاني، هو ماشي بكلبه وماشي اخواته من امه كانوا واقفين بيتفرجوا اخواته. انا حق ابويا، انا مش عايزه اسيبه. عايزين شنب يا بيه، عايزين شنب يا بيه. يلا ابويا يجي، انا عايزه. يعني احنا برضه حابين نرجع لحضرتك كلمينا كده. يعني هنا هو كان بيمد له يد العون وكان بيحاول يساعده بقدر الامكان. احنا بنتكلم هنا على يعني استاذ هشام ربنا يرحمه يا رب يرجع مأواه الجنه، وكان يعني في مشاعر من الطيبه والمساعده تجاه الجاني. طيب خلينا برضه نتكلم هنا برغم من كل ده هو أنهى حياته، هل كان في سبب رئيسي؟ كان في حاجه من الخلافات؟ هو ليه أنهى حياته؟ ما كانش في اي خلافات خالص قديمه، ما بينهم وبين بعضيهم، وكان على طول بينزل صوره على النت وبيصوروا هي وهو. يعني انت بتقول ان هو كمان كان حابب يساعده في فكره الميه؟ على طول، وكان بيجيب لي الهدوم بتاعته اغسلها، كان غير قادر على دفعها. ايوه. يعني هل ده مبرر وده دافع يخليه يقتله؟ يعني ما هو لا، ما هو السبب ان هو عايز يشتم الناس، يغلط في الناس ويشتم فيهم. في ناس مش عايزاه يركب ميه، ما احنا 4 في العداد، في ناس مش عايزين يركبوه. قال لهم خلاص انا هدفع له اللي اثر فيه عبده، انا هدفعه. حتى السباك كان موجود، السباك ما كانش مصدق ازاي انا هشام جايبني هركب له ميه وهو بيعمل كده. ازاي؟ بيقول له انا هركب عافيه. قال له لا ما فيش حاجه اسمها. اقول لحضرتك على حاجه، ثواني يا ثواني بقى، ثواني عشان نسمع بعض، ثواني عشان نسمع بعض. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، موضوع الميه دوت مش من النهارده ولا امبارح، موضوع الميه ده بقاله 7 سنين ولا 6 سنين. كان في امه، ثواني يا جماعه، امه كانت بتلم هي فلوس الميه، تمام، واتكسر على الناس مبلغ كبير جدا وهي توفت. ناس سامحت وناس ما سامحتش، ناس ركبت ميه في شققها. بدايه سيره القرابه اللي بينك وبينه ايه؟ انا ابن عمي وابن خالي، عمتي وابن خالي. يعني ابن عمتك هو هشام والتاني ابن عمتي برضه. تمام كده، هشام ابن عمتي وابن خالي. اما مجدي عبده هو ابن عمتي بس. الميه دي مش من النهارده، عبده بقاله 6 سنين النهارده ما عندوش ميه لغايه ما جاله هشام مسؤول عنه هو ومجدي، هو اللي خاطب لمجدي، هو اللي داير الفرح كله، هو اللي كان قبلها بيوم بيحجز للفرح للدخله. ايا كان اي وضع هشام هو المسؤول عن عبده ومجدي، يعني يعتبر ابوهم. جه النهارده عايز من مايكل وعايز من الناس اللي فوق يركب ميه عافيه. هشام جه وقال له لا هركب لك من ميتي، انا اللي هركب لك. فاحنا بنتكلم المسؤول دلوقتي. حضرتك لو حكمت عليه ب7 سنين ولا ب25 سنه كل الناس هتمشي تقتل في اهلها. اخويا النهارده يمسكني بمطوه، ابن عمتي ابن خالي، خلاص ما الدنيا كده بقاش فيها امان. لو ما فيش حكم عادل يا جماعه للعيال الصغيره دي اللي في بطنها ده. انا يتيمه، لما بعوز لي حد يقعد مع عريس لاخواتي ولا يا حد بفضل اعيط وافتكر ابويا. اجيبه منين؟ اجيب ابويا منين؟ بتحايل على عمي ولا على خالي ولا على ده ولا دي. لما يجي لها عريس دلوقتي حرام ولا حلال؟ العيله الصغيره مفيش حد بيشيل حد، وحضراتكم كلكم عارفين ان اللي جاي على قد اللي رايح. ما حدش يا جماعه بيشيل حد. هشام كان شايل الجميع، لو ما جبناش حق هشام عشان هشام كان شايل حق الجميع. خلاص يبقى الدنيا ما بقاش فيها امان. قلت الرئيس ما بحسن شمس، قلت له عايز الصفي، قال لي صفوه، قلت له سيبونا نصفوه، اصغر عيل عايز حق الشعب، حسب الله ونعم الوكيل، عايزين حقه، مش عايزين حاجه تاني من الدنيا الا حق الشعب. اصغر عيل هياخد حق الشعب من اخوه منه بس. حسب الله ونعم الوكيل. عدتنا عيالنا في العرب، اخوه وابوه طلعتهم من الحكومه ومهددين ابوه واخوه محبوس ومهددين عيالنا. احنا عايزين حق الشعب. النت يا باشا شتومه وصور اغاني العبده ولا كانه راجل مات، كان مربيه مجدي. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا مجدي يا ابن نايم. حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. يا ابوي عليك يا حبيبي، عليك يا جدي، يا حبيبي يا اخوي، يا ود اخوي يا ابوي، يا كسر الدار اخوي. انا مرات خاله يا باشا، انا مرات خاله وحمته يا باشا، انا ساكنه تحت منهم في البيت، انا ساكنه في البيت يا باشا. حسب الله ونعم الوكيل.
مربينه ما ركبوش يا هشام. ابعد من عبده يا هشام. يقول لي ملوش يا عمتي، ملوش يا عمتي حد، يا عمتي ملوش حد، ملوش. اقول له ابعد يا هشام، راح لعيالك يا هشام، راح لسه عبده ومشاكله يا هشام. كل يوم قاتل واحد. مجدي ابن سلفي بردك ابن عمي قاتله بردك في مستشفى الدمرداش ومات وحي وخلاص. قلنا الحمد لله. وشعب يقول لي يا عمتي يا عبده يتيم، عبده يتيم يا عمتي. حسب الله ونعم الوكيل يا باشا. عايزين حق الشام، عايزين حق الشام يا باشا. انا كرهت بيتي يا باشا، ساب شقتي يا باشا من عبده ومجدي يا باشا. كل يوم الحكومه عندنا، كل يوم الحكومه عندنا، كل يوم قاتل واحد عبده بمخدرات وبعدي ودي ودي ودي. كلمينا كده عن مجمل مشاكل الجاني، مجمل مشاكل الجاني بخلاف المشكله الاخيره. ولا اي حاجه. هو اعتدى على ولا اكتر من حد. اكتر من الجاني. مفيش حاجه، مفيش. ابن عمي اسمه ايمن، قبلها في نفس الشهر طعنوا 3 طعنات في القلب وطعنتين في الرئه في نفس الشهر. ده توفى برضه يعني؟ لا ده خد ند مرداش ثواني، ده خد ند مرداش ودخل الرعايه، كان بين الحياه والموت، كان في غيبوبه وفقدان وعي، وبعدها ب4 ايام طلع عشان ياخد حقه، عشان الحكومه ما عرفتش تجيب عبده وتقبض عليه، كان مستخبي برضه وما عرفتش الحكومه تجيب له حقه. طلع وهشام بقى يقول ده يتيم حرام عليكم. اقول له يا هشام قتل الواد، يقول لك ده يتيم ملوش حد ملوش غيرنا. وهشام اللي قعدهم في قعده صلح وصالحوا على مجدي عشان مرات عمي تنزل تتنازل عن المحضر، وما رضيتش ام ضحى تتنازل عن المحضر برضه في نفس الشهر. ام ايمن في نفس الشهر. لو هو كان اتحاسب في الاولاني ما كانش عمل في الثاني كده. وواحد سواق توك توك ما نعرفوش قاطع له وشه حرام. حضرتك انزل الخليل ابراهيم ده واسال على ايمن كده، اسال ايمن زيتونه ده واسال على عبده جرايمه كلها هناك. الخليل ابراهيم وعمان الناس كلها بتشتكي من عبده، مش احنا مش اول ناس. وهشام اللي بيفكنا. ابعد يا هشام، ابعد يا هشام، راح لعيالك يا هشام. يقول لي ما لهمش حد يا عمتي. انا اعبي له جزازي، ام ضحى جزازي، اللي يغسل له، اللي يطبخ له، اكله وشربه وغسيله هو واخوه كله. وكل عبده بردك يعني ما عملناش حاجه، ما عملناش حاجه عشان ما عملش حاجه لعبده خالص خالص يا باشا. يا ام ياسين امسك البتاع دوت وقول لهم احنا سيبنا شقتنا بعد ما قتل مع عبده، بعد ما قتل مجدي، بعد ما قتل هشام والمشكله بتاعت ايمن، رحنا سيبنا الشقه وهشام ساب الشقه بتاعته قال عشان المشاكل، وساكنين دلوقتي حاليا بالايجار، ساكنين بالايجار. طيب يعني برضه هنا في الاخير في نهايه البث مباشر حابين نعرف ممكن بس كده تكلمينا عن اخر التطورات القانونيه، وهل في محامي موكل عشان يعني يدافع عن حق المجني عليه؟ اتفضل. المحامي عيد شعبان عبد المعز، بس احنا اتكتب في المحضر وده اللي احنا مش عايزينه، لان ده لو حصل فعلا والقضاء هيكتبها مشاجره يبقى هو احنا كده مش هناخد حقنا. كده المشاجره يعني 7 سنين، ده ما ينفعش، دي نصيبه. انت شايفه ان الموضوع بعيد كل البعد عن المشاجره؟ لا طبعا بعيد جدا. وبعدين اسمي يا جماعه، اسم عين شمس خد الكاميرات، فرغ الكاميرات من اول يوم، لان احنا رحنا نجيب لكم الكاميرات بعد كده. بما انها مش مشاجره، هل كان في حاجه من حاجات سبق الاصرار والترصد؟ ما هي يعني هو كان مترصد ايه قبليها بايام؟ ما كانش مترصد، هو ما كانش مترصد لان ما كانش فيه مشكله. بس اكيد حضرتك لما اطلع فوق عربيه، لما اطعنك طعنه و2 ونزلت دم، خلاص هسيبك. لو انا هضربك في رجلك في ايدك، اما لو انا طلعت فوق عربيه واديتها لك المطوه كده من فوق يبقى كده ده ترصد. مش شرط ان انا اكون ترصد ان انا اكون قاعده مستنيه حضرتك عشان تخش عليا اروح ضربك بالمطوه، بس انا كده ناوي ان انا ادخل في النافوخ. المطوه بتاعتي دخلت في النافوخ، ودي كانت طالعه للطلع. طب انت واحد ما بتشربش مخدرات وما بتشربش اي حاجه، ازاي؟ ما هو ده برضه سبب كنا حابين نطرق ليه. هل يعني هنا المجني عليه ما كانش بيتعاطى مواد مخدره ولا اي حاجه؟ لا ده ما بياخدش مخدر، ما بيشربش السيجاره فاضيه العاديه، لا ما بيشربش حاجه، ما بيشربش حاجه خالص. عبده ما بيشربش. فدي اللي احنا بنقوله بقى. هل حضرتك لو كنت مغيب عن عقلك ماشي، لكن انت مش مغيب، انت بكامل قواتك، يبقى ازاي؟ يبقى انا لازم احاسبك برضه. لكن احاسبك 7 سنين حرام. حرام 7 سنين. وجع في الارض، قاعد على الكرسي، قاعد على الكرسي ووجع وانت بتضرب فيه، تضربه وبعد ما وجع بتضرب فيه ليه؟ فين الرحمه وفين الانسانيه وفين يعني ساعه حضرتك ما ضرب. لا انا هكلمه هو عشان اعرف اكلمه. عارف حضرتك ساعه ما عبده دوت ضرب ايمن، راح هشام ساب البيت واتأجر شقه بره
عشان الحكومه وعشان يربي الثمانيه اللي وراه. قلنا له لا، قلنا له يا باشا، قلنا له هشام، قلت له بلاش المشاكل ديت يا ابني، واحنا مش فاضيين للوش ده، احنا بنكمل عشان انوم ماشي. قلنا له هشام يا حبيبي الجالك شقه بره، خد له شقه هنا ماشي، وبعد عن المشاكل. ولما سمع في مشاكل تاني كل يوم يا هشام لا بصلح لعبده، بصلح لمجدي، بصلح لعبده، مجدي دوت يبقى خطيب اختنا، هو الكبير بتاعه هشام اللي بيجي بيقعد مع اخويا، اللي بيجي يقعد مع اخويا وابن عمي يكون هشام. 15 واحد حضر له يعني اخوه الكبير، اخو عبده الكبير هشام اللي جه خطب له، هشام اللي محدد له، وهشام اللي جاب له الدبله قبل كده، وهشام اللي جرى له الفتح، وهشام ومرات هشام دي اللي جابوا العصير والتورته. ساعة فرح مجدي، ساعة فرح مجدي احنا اللي عملنا له الفرح. حضرتك دي لو مشاجره اصلا كان يعني دي لو مشاجره، لو الموضوع ده هيبقى مشاجره يبقى الحكومه عايزه الدنيا تخرب. بص مشاجره يدوا له براءه، لو مشاجره يا جماعه ادوا له براءه احسن واحنا ناخد حقنا. بقى لها 8 ايام من يوم من يوم الخميس، 10 ايام من يوم الخميس يا بنتي، من يوم السبت اللي فات، لا اللي قبله، من يوم كام؟ من يوم السبت 17 12 كان يوم السبت، من يوم السبت 17 12. فهو دلوقتي يا جماعه احنا عايزين القضاء يدينا حقنا، حق العيال الصغيره بعد اذنكم. احنا عايزين حق هشام. يعني احنا كنا معاكم